استاذ هشام، احنا الاول بنقول لك البقاء لله. احنا عايزين نعرف انت فقدت قد ايه في فيضانات ديرنا؟ فقدت انا من اسرتي انا خمسه من اسرتي. ابن خالي وابن خالي وخالي ما اعرفش عنه حاجه، واثنين اخواتي توفوا، والسادس في الجمرك المصري محجوز هو و40 واحد. دول اللي متوفين؟ لا، دول اللي عايشين، اللي هم في الجمرك المصري حاليا. ده كده اللي توفوا يعني خمسه. تمام. اللي توفوا خمسه. انا بتكلم عن اللي عايشين في الجمرك المصري. طيب هم اعمارهم قد ايه؟ اللي عايشين اللي توفوا واحد فيهم 39 سنه، وده متزوج وعنده 3 اولاد، ولد وبنتين. والتاني متزوج اللي هو اخويا عنده 22 سنه وعنده جوز بنات. والتالت متجوز ليه سنه وشهر، معاه ولد ما شافوش. وخالي الكبير عنده 45 سنه، معاه 5 عيال، ولدين و3 بنات. تمام. هم كانوا بيشتغلوا ايه في ليبيا؟ بيشتغلوا على الله، عماله، اي حاجه في اي حاجه بيشتغل. في حد منهم كلمك الاسبوع الاخير او قبل ساعات من اللي حصل؟ لا، قبل ساعات من اللي حصل ما كلمتش حد، بس الاسبوع الاخير كلمت حد ما قاليش اي حاجه، ما فيش اي حاجه. حتى كان بيقول لي لو انت حابب تيجي تعالى. يعني كان الشغل متوفر وقال لك لو عايز تيجي تعالى.